بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم من قاعة المؤتمرات باستاد جامعة الزقازيق وحفل تخرج خريجي كلية هندسة 2015 جامعة الزقازيق. نتعرف بالطلبة المنظمين للاحتفال النهاردة. أتعرف بحضرتك. أحمد عبد الحميد طعيمة، خريج دفعة 2015 قسم كهرباء. وحضرتك؟ محمود عيسى، خريج دفعة 2015 قسم كهرباء. تمام. باشمهندس أحمد، لماذا أطلق اسم الشهيد محمود سليمان النهارده على دفعة 2015 لخريج كلية الهندسة؟ محمود سليمان واحد من دفعتنا، توفى في أحداث بورسعيد في استاد بورسعيد، فكان لازم يتطلق على على الدفعة اسمه، مش عشان حاجة، هو يشرفنا ان اسمه يتطلق على الدفعة من الناس اللي الحقيقة الواحد عرفهم وحس فيه لما ربنا افتكره بجد. احنا اقل حاجه نعمل له حفله زي دي ونخلي الناس تدعي له بالرحمه وهم خارجين. محمود دفعتنا اتوفى في احداث استاد بورسعيد. ربنا يرحمه يا رب ويرحم جميع شهدائنا باذن الله. باشمهندس محمود، مين كان صاحب فكره احتفال النهارده؟ كانت مجموعة من الطلاب من ضمنها الاتحاد. كان غرضها الأساسي إن احنا نسعد الدفعة دي ونسعد أهالي الناس اللي جايين مع الدفعة. حابين ان احنا نوصل رساله ان احنا اتخرجنا وفرحانين بالتخرج ده، وان احنا ان شاء الله نحاول نحقق حاجه كويسه للبلد دي باذن الله. باذن الله. باشمهندس احمد، شعورك ايه النهارده بتلبيه رئيس الجامعه الدكتور عبد الحكيم نور الدين بوجوده والاستاذ الدكتور جوده عطيه عميد كليه الهندسه؟ شعورك ايه بتلبيتهم؟ وكمان زائد النقيب اماني كفافي نقيب المهندسين النهارده وحلف اليمين. طول عمر رئيس الجامعه وسياده العميد ومهندسه اماني هم مش مناصب، دول بجد يعني زي كلهم زي ابهاتنا، بيخافوا علينا. دكتور جوده من الناس اللي بتتعاون جدا مع الطلبه. دكتوره اماني من الناس اللي في النقابه، من الناس المحترمين. رئيس الجامعه طبعا مشكورا ان هو بيلبي الدعوه، ورغم ان الدعوه جت متاخره بس الحمد لله احنا لحقنا، والحمد لله ان عجبتهم وطلعوا مبسوطين. طبعا انا هشكر طبعا التنظيم كله، مش انا بس اللي نظمت، انا في قبلي ناس كتير، قبلي ناس من قسم صناعيه، ناس من قسم تشييد، ناس من قسم عماره، قسم عماره ساهر، قسم كهرباء موجود كارم، احمد عادل اللي حصل له ظرف وما جاش، كريم شعراوي، محمد كارم، كل اصحابنا اللي وقفوا معانا وساعدونا، كل الناس اللي جت من بره وساعدتنا، كل الشباب اللي كانوا مش منظمين وجم ساعدونا. طبعا انا بشكرهم كلهم وانا اقل واحد في المنظمين، وبشكر كل الناس. ربنا يكرمنا كلنا يا رب مع بعض يا رب ان شاء الله. باشمهندس محمود، في حلف اليمين النهارده مرحله انتقاليه صعبه، مرحله انتقاليه من وانا طالب وفي البيت وبابا وماما متحملين مسؤوليتي، فانا كنت مسؤول بقيت مسؤول عن. شعرت بايه النهارده وانت بتحلف اليمين ورا المهندسه اماني كفافي نقيب المهندسين؟ حلمت ان انا زي ما انا مبسوط جدا ان انا عندي مسؤوليه وعندي حلم نفسي احققه. زي ما رئيس الجامعه كان قال، المهندسين دول هم اساس المستقبل، هم اللي هيبنوا مصر. حلم ان انا ابني مصر وانها تبقى احسن ومن اهم البلدان على مستوى العالم كله، نقدر نعمل حاجه في البلدان العربيه كلها. ده اهم حاجه عندي وده حلمي الوحيد، وان شاء الله يتحقق بيا وبكل المهندسين الموجودين عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. باشمهندس احمد، مش خايف من المسؤوليه؟ لا مش خايف، ان شاء الله انا قدها. شغلي في العمل، في كل حاجه. اشتغلت بره في الجامعات الخيريه، اشتراكي ما ينفعش اقول انا كنت بشتريها، اشتغلت في العمل السياسي بكل قوتي الحمد لله، وعرفت احقق ذاتي الحمد لله. وطبعا بشكر تلبيه الدعوه من الاستاذ ابراهيم والاستاذه مديحه، طبعا يعني على راسي ان هي جت وشرفتني يا رب. وطبعا بشكر كل الناس اللي ساعدتنا ان شاء الله. باشمهندس محمود، بتحلم بايه؟ بحلم ان انا يعني ابقى اخلي اهلي مبسوطين، يعني اخلي اهلي مبسوطين بالحاجه، بالبذره اللي عملوها دي. طيب ده بالنسبه للمستوى الشخصي، وبتحلم بايه لمصر بقى؟ بحلم مصر تبقى احسن بلد في الدنيا دي كلها بيا، فاهم، بالرئيس السيسي، ان هو اللي يرفع بلد مصر، وهو اللي يبقى احسن ان شاء الله باذن الله، وتبقى مصر احسن بلد في الدنيا دي كلها باذن الله ان شاء الله. شكرا باشمهندس احمد. شكرا باشمهندس محمود. شكرا ليك.
بمد ايدي جوه جيوبي ما لقيتش فلوس، اعمل ايه؟ يا رب عيني بلاش تسيبني، مش عايز اتمشور. بصيت لقيت انه ولا حمو فيلم فلسطيني نار في وراه. نسمع ايه؟ رضا البحران. مشاهدينا ما زلنا مع حضراتكم وتغطية خاصة لدفعة الشهيد محمود سليمان دفعة خريجي كلية الهندسة العام 2015. برحب باثنين من الطلاب واثنين من المنظمين وخريجي هذه الدفعة. برحب بحضرتك، اسم حضرتك ايه؟ محمد كريم محمود يا فندم. وحضرتك مهندس ايه؟ مهندس ميكانيكا محمد سيد متولي. اهلا وسهلا. باشمهندس محمد، النهارده احساسك ايه وانت بتتخرج؟ عينك على مين وانت بتاخد شهاده التقدير؟ بس بصراحه اكيد طبعا كانت عيني على والدي ووالدتي، اهلي كاملين، اختي واخويا، وطبعا زمايلي. لازم عيني كانت على زمايلي ودكاترتي اللي قضينا معاهم 5 سنين برضو. اكيد احساس رائع طبعا ومبسوطين كلنا. ولما طلعت على المسرح كان احساس رهيب بجد. فرحه من القلب، فرحه ما توصفش غير لما اللي يحس بيها، اللي في المكان ده هو اللي يحس بيها. باش مهندس، قول لي بقى، هتوحشك الجامعه؟ خالص مش عايزها تاني الصراحه.
انا بفكر جديا ان حياه عمليه، انا مرحله لازم تخلص، بعد كده نشوف برضو الجيش عشان لازم يخلص عشان ابتدي بقى حياتي العمليه في مستقبل في حاجات. يوحشك هنا في كليه الهندسه ايه؟ وحشني بقى اصحابي اللي قوي، يعني محمد واصحابي اللي هم الجدعان اللي كانوا بقى لنا 5 سنين مع بعض، فتره كبيره طبعا. بقى خروج وهنا وهنا وكورسات ومذاكره، وده يشيل ده وده يشيل ده، جدعان يعني رجاله مع بعض مش اكتر من كده. باش مهندس محمد، بتلاقي ان اللحظه دي لحظه فارقه، يعني لو الصحاب الحقيقيين هيستمروا، لو الحياه خدتنا هتاخدنا، يعني اللي هيستمروا معانا النهارده هم الاصدقاء الحقيقيين بجد. انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا جروب بالظبط حوالي 12 13 واحد، بقالنا من اول ما دخلنا الكليه لحد دلوقتي مع بعض. في الاجازات بننزل مع بعض ولما نقعد مع ناس اكبر مننا بيقولوا لنا استحاله هتكملوا بنفس الجروب، لان اكيد حد هيسافر، حد الحياه هتاخده مننا شويه. طبعا فينا اللي هيتجوز، انا مش متجوز دلوقتي، فينا اللي هيتجوز، فالدنيا هتاخده شويه مننا. على قد ما نقدر هنحاول نتجمع كل فتره. باش مهندس محمد، اول خطه في دماغك ايه دلوقتي بعد التخرج؟ الخطه بقى ان شاء الله اللي احنا نأدي خدمه الجيش، تمام. ان شاء الله بقى نبقى عسكري او ضابط، في كلتا الحالتين ان شاء الله نعمل حاجه كويسه ونقدر نفيد البلد. وبرده بعد الجيش بالنسبه لخطه السفر وكده، لا يعني احنا حابين نقعد هنا في البلد، يبقى في شغل لينا ونقدر ننتج ونطور في البلد ونعمل حاجه كويسه، يعني نحب نعيش في بلدنا ومرتاحين ونفيدها ونستفاد. وان شاء الله ربنا معانا، بمعاونه جميع الناس، جميع اللي في البلد، الرئيس والمسؤولين كلهم، واحنا كمان يعني كلنا مع بعض ان شاء الله نبقى اسره واحده وربنا يكرمنا يا رب. ان شاء الله. مهندس محمد كارم، قول لي بقى النهارده حلمك بايه على المستوى الشخصي وعلى مستوى الكبير، امنا الكبيره مصر؟ طبعا احنا على فكره قبل ما اقول ارد على السؤال، احنا كنا باعتين دعوه لسياده الرئيس، والدنا كلنا كنا باعتين له دعوه حلوه، بس للاسف اتاخرنا في ارسالها. وانا كنت متاكد انها لو راحت على الاقل كان هيجي لنا مندوب من الرئاسه. طبعا دي حاجه فخر لنا كلنا. وبنع سياده الرئيس طبعا في وفاه والدته. ربنا يصبرها يا رب ويصبر مصر كلها. بالنسبه بقى للسؤال، اكيد طبعا حلمي ان ابقى حاجه كبيره في البلد، اقدر افيد بلدي على الاقل بالعلم اللي احنا خدناه، يعني علم كويس، علم الهندسه علم كويس. انا عن نفسي بفكر في حته السفر، بس انا شايف ان بلدي اولى بيا في الفتره اللي جايه. بلدنا صح محتاجانا كلنا نقف جنب بعض ونكمل بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض، ونبدا بقى من حيث انتهى الاخرون، ومالناش دعوه بقى بالفترات اللي قبل كده والنفسيه واللي ما فيش شغل والكلام دوت. بالعكس انا شايف ان الدنيا ان شاء الله باذن الله هتكون جميله باذن الله. مهندس محمد السيد، بتحلم بايه على المستوى الشخصي ومستوى مصر؟ على المستوى الشخصي ومستوى مصر بحلم ان انا اخرج من بيتي اشم هوا نضيف، اشوف مصر حاجه كويسه قوي، وبحلم ان انا اللي اطورها، ان انا اساعد في تطويرها، مش احلم ان انا حد يساعدني، لا انا اللي اشتغل واجتهد واعمل. يعني انا يعني انتوا ادونا شغل ماشي، احنا هننتحر عشان ننقذ البلد دي وهنقومها. تمام. باذن الله الجيل ده ورساله لكل سياده الرئيس ابونا كلنا، احنا الجيل اللي هنقوم البلد دي وهنعمل حاجه كويسه وهنبقى حاجه كويسه يا رب. نشرفكم كلكم، نشرف سياده الرئيس ان شاء الله. ان شاء الله، وزي ما شرفتوا اهاليكم واسركم النهارده ان شاء الله برضه هتشرفوا مصر كلها. مشاهدينا في كل مكان، شكرا على حسن المتابعه، ولكم مني ارق التحيه. انا مديحه مجدي، ومن فريق عمل البرنامج المصور المبدع ابراهيم العسوي، والى اللقاء.